سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كي درتو مع هاد الحراره صراحه كاين الموت ديال الصهد، الله يرحمنا يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم هاد الكيكه البارده، كتجي منعشه. كناخذوا الاناء فاش نخدموا اولا البول، كنديروا قبيصه ديال الملحه، بيضه وحده، نص كاس ديال سنيده، نخلطوا مزيان ديك السنيده مع البيض. وغادي نزيد 4 كاس ديال الزيت، غادي نزيد نص كاس ديال الحليب، كنخلطوا مزيان الخليط. ودابا غادي نضيف ساشي وحده ديال الخميره، والدقيق يكون مغربس. ديما الدقيق اللي نخدموا به الحلوى اولا الكيك يكون نوعيه مزيانه. هنايا تقريبا دقيق 6 المعالق كبار عامرين. وديما الدقيق كيبقى على حساب الخليط، حيتاش كيكون على حساب الحجم ديال البيض وحتى النوعيه ديال الدقيق واش كتشرب اولا لا. اللي مهم هو الخليط ما يكونش ثقيل وفي نفس الوقت ما يكونش خفيف بزاف. دابا غادي نضيف معلقه ديال الخل، ممكن نعوضوها بعصير الحامض. الخليط كيجي بحال هكا. كناخذوا المول اللي كيتحل من الجناب اولا مول ديال الزاج، المهم على حسب الموجود. كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق وكنخويو فيه الخليط ديال الكيكه. هنا الفران كيكون مسخن من قبل، العافيه كتكون ناقصه. كندخلوا الكيك ديالنا للفران، العافيه تكون شاعله من الفوق ومن التحت. كنردو مع البال دغيا كطيب، حيتاش الطبقه ديال الكيكه راه كتكون رقيقه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الطياب. من بعد ما خرجنا الكيك من الفران غادي نسقيوه بالحليب يكون بارد، والكيكه كتكون باقا سخونه. غادي نخلي الكيكه تشرب وغادي ندوزو باش نصايبو الطبقه الثانيه اللي غنديرو من فوق الكيك. كناخذوا كاسرول كنديروا فيها 3 المعالق ديال سنيده، 2 معالق ديال النشا معالق كبار، 1 ساشي ديال الفلون. انا استعملت هنايا الفاني، ممكن تستعملوا النكهه ديال البنان هي كتجي زوينه.
كنستعملو غير هذا ديال درهم ونص اولا 2 دراهم. وغادي نزيدو السيترو ديال الحليب. غادي نخلطو كلشي على البارد باش ما كيتكورش لينا من فوق البوطه. نحركو مزيان وغنديرو الخليط فوق البوطه تكون ناقصه، وحنا كنحركو حتى كيبدا الخليط يتقال، ما نخليوش يتقل بزاف. من بعد ما بردات الكيكه كنخوي الخليط من فوق منها. غادي نخليو الطبقه الثانيه تشد في راسها، وغندوزو باش نصايبو الطبقه الثالثه اللي كنحتاجو فيها نفس المقادير غير عوض الحليب. غادي نديرو الليمون، يعني عندي 2 كيسان ديال الليمون ديال عصير الليمون، 3 المعالق ديال سنيده، و2 معالق ديال النشا. نخلطو مزيان وغنديرو الخليط فوق البوطه. ملي كنزيدو نسيت كنزيدو ساشي ديال الفلان، نفس المقادير اللي استعملت في الاول. نديرو الخليط فوق البوطه، ما ديروش نفس الغلط ديالي، انا خليت الخليط غير يبرد غير شويه هو يعقد، ما نغفلوش عليه. كيكون الخليط باقي سخون نخويوه من فوق الكيكه، حيتاش مع الفلون والنشا دغيا الخليط كيعقد. دابا غادي نخويو الطبقه الثالثه، نديرو طبقه رقيقه من الفوق. انا صراحه خليته تقل بزاف، نحاولوا نسرحوه من الفوق. وغادي نزينو بالكوك. المهم التزيين كيبقى على حساب الذوق ديال كل واحد. المهم اللي كننصحكم به ما تخليوش الخليط يعقد بزاف كما درت انا. غادي ندخلو الكيك تبرد. غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي بارده منعشه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. بالصحه والراحه.